أنا اسمي غادة أحمد التهامي، مهندسة ديكور، خريجة كلية فنون جميلة جامعة حلوان في الزمالك. عندي براند اسمه بوهو تريجرز باي غادة التهامي، بعمل فيه شغل تطريز وشغل برودري وحاجات ليها علاقة بالديكور. طورت من الموضوع، لأن كان التطريز زمان كله عبارة عن ملابس وعن حاجات ستات البيوت بيعملوها. أنا تدخلت فيها ناحية جمالية أكتر وابتديت أشتغل عليها. أنا كان حبي للخياطة أكتر بقى مهنتي ودراستي، فكنت بعد ما اتخرجت من الجامعة أخدت كورس تفصيل لمدة 2 بروفيشنال، وبعد ما ولادي كبروا ودخلوا الجامعة ابتديت أحب أملى وقت فراغي، فحبيت إن أنا أستغل ما بين دراستي كمهندسة ديكور وما بين هوايتي الخياطة. فابتديت أشتغل من حوالي 6-7 سنين. ابتديت أعمل شغل برودري. كنت ابتديت بالمفارش الأول، وابتديت أعمل رانرز، ابتديت أعمل مفارش سرير، خداديات، لغاية ما طورت الموضوع كأفكار. ابتديت أخد الموتيفز المصرية بتاعتنا زي الكردان، زي المخرطة، الكف، العين، الدراويش، التنورة. ابتديت أشكلها بشكل مختلف واعملها بنفس تكنيك الشغل، بس بعملها كمجسمات بحيث انها تساعد على الديكور في المنازل بتاعتنا ونحتفظ بهويتنا المصرية. احنا كشعب اغنياء جدا بالتراث بتاعنا، فانا حبيت ان انا ارسخ التراث بتاعنا جوه الشعب باسلوب مودرن شيك شوية، بالوان مبهجة مفرحة تحاول تدخل البهجة على الناس، تغير من بيوتنا. وابتديت اشتغل. النهارده انا الحمد لله ربنا كرمني ونزلت معرض تراثنا اول مشاركه ليا معاهم، والحمد لله الدنيا ماشيه لطيفه جدا ولذيذه. واتمنى طبعا ان انتوا تدعموني وان انتوا تشاركوني بالمنتجات بتاعتي.